السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل، وده طبعا علشان يصلك كل حلقات المسلسل اول باول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في اول مشهد بنشوف جواد بيقرا الاخبار وبيعرف ان عليا اتكلمت عن موضوع طلاقهم، وفي نفس الوقت جواد بيتصل بالمحامي علشان يجهز اوراق الطلاق فعلا. وبنشوف بيان لما بتتصل بجواد وبتعرفه ان امه اتحسنت وفاقت، وكمان في حاجه جديده انها تشوفه وتطمن عليه. لكن جواد للاسف بيرد عليها وبيقول لها انه مش فاضي وعنده شغل، وبعدين يبقى يشوفها. وفي مشهد تاني بنشوف باسل بيشوف رحاب وهي راجعه على القصر، وبيتضايق وبيتعصب كتير جدا، وفي نفس الوقت بيخرج يطلع للجنينه، وفي نفس الوقت بيشوف جواد. وجواد هنا بيعرفه ان جه مخصوص عشان ياخد عليا ويطلعوا على المحامي، وده بالتاكيد علشان ينهوا موضوع الجواز اللي بينهم ويطلقها. عليا بتفوق من النوم وبتقرا الورقه وبتعرف ان رحاب هي امها، وده طبعا بعد ما عرفت ان الورقه فيها تحليل الدي ان ايه اللي بيثبت ان رحاب فعلا تكون امها. وطبعا بتكون صدمه كبيره جدا لعليا. وبنشوف بعد كده عليا بتروح لفي، وفي هنا بتتريق عليها وبتقول لها ايه مش عايزه تضمي امك رحاب لحضنك ولا ايه؟ وبيوصل في الوقت ده جواد وباسل وبيعرفوا اللي حصل كله، وان رحاب ام عليا. لكن عليا في الوقت ده بتضحك وبتتمسخر عليهم، وفي نفس الوقت جواد بيسيبهم وبيمشي. وبعد كده ندى بتقابل جواد، وجواد بيعرفها باللي حصل بينها وبين في، وانها عامله مسرحيه علشان تجمع بين عليا وامها. وفي نفس الوقت ندى بتترجى ان يرجع معاها على القصر، لكن جواد بيتصل بالمحامي، وده طبعا علشان يأجل موضوع الطلاق. وفي نفس الوقت بتتفاجئ من رد فعل عليا، لكن باسل بيقول لها التحليل ده حقيقي وان رحاب تبقى امها فعلا. لكن عليا مش مصدقه وبتستغرب كتير جدا لان الكلام ده مش ممكن يكون صحيح، وكمان بتشكك في نتيجة التحليل وبتقول ان التحليل ده مزيف. وفي نفس الوقت بينتابها شيء من السخرية وبتفضل تضحك ومش مصدقة اللي بيحصل، وبتبص لفي وبتقول لها انت واحدة مريضة ومش ممكن تكون عاقلة، وان ده كله قصة وحكاية هي مألفاها علشان تدمرها وتدمر حياتها كمان. لكن في بتبص لها وبتقول لها الورقة اللي انت قطعتيها بتثبت حقيقة ان رحاب تبقى والدتك فعلا. وعالية بتتعصب على رحاب وبتقول لها ان في دي واحدة مجنونة ومش ممكن الكلام اللي بتقوله ده يكون صحيح. وبيرجع جواد على القصر وبيشوف في وهي بتستفز عليا، وطبعا عليا هنا متعصبة كتير جدا وبتقول على في انها مجنونة. وباسل بيتعصب هنا كتير جدا على اخته عليا وبيقول لها على فكرة في بتقول الحقيقة. وطبعا في الوقت ده بتهجم على رحاب وبوقعها على الارض، وفي هنا بتعتذر لباسل، وطبعا باسل بيبقى متضايق كتير جدا وما بيرضاش يتكلم مع في. ورحاب بتبقى منهارة ومش عارفة تتكلم مع حد خالص، وجواد بيقرب منها وبيحاول يهديها. وهنا عليا بتقول لرحاب انها تروح غرفتها حالا، وده طبعا كله علشان محدش يعرف الحقيقة ويعرف اللي بيحصل في القصر. وفي النهاية جواد بيقول لفي وعليا ان قصص الوهم اللي انتوا عايشين فيها دي كلها مش فارقة معايا في حاجة، وكل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده انا مش مصدقه. ولغايه هنا وسريعا كانت دي اهم احداث حلقتنا النهارده. استنونا في حلقه جديده من مسلسل كريستال، المسلسل العربي الاكثر مشاهده في لبنان والوطن العربي، واشوفكم على خير في حلقه جديده.